لا انت واد، انت ما توجهش كلام لبنتي. السر اللي انت مخبيه انا عرفته، ولو مش عاوز تروح في داهية لازم تعمل اللي هقولك عليه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم زغلول بالأشغال الشاقة المؤبدة. يحيى العدل. يا ابني في حد حاططنا في دماغه. انت وبتقولها عادي كده؟ سندوني 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 اقوم اعجنه الراجل ده. يا مستي يلا يا زغلول سرع شوية بقى. يا عم لسه بدري بس، وماله حقك يا عم، عريس ومستعجل. لا البطيخة تقيلة قوي، ايدي وجعتني. بطيخة؟ يا ابني هو في حد اصلا يروح يطلب ايد واحدة وياخد معاه بطيخة؟ كان المفروض اجيب يوسف افندي ولا ايه؟ يوسف افندي مين يا ابني؟ فين الجاتو وفين الشوكولاته؟ انا ايه اللي جابني معاك بس؟ انا بتوتر من الحاجات دي والله. ما انا ماليش غيرك يا زغلول. ثبتني يا اخويا، ان شاء الله اليوم يعدي على خير. بس صحيح ما قلتليش ايه رأيك فيا؟ ألاجة مش كده؟ ألاجة؟ والله انا ما قلقان من ابوها قد ما قلقان منك. لا ما تقلقش يا زغلول من ابوها خالص. ده ابوها بيموت فيا، راجل بشوش كده ووشه سمح سكرة كده، هتحبه قوي. انت متاكد من اللي انت بتقوله ده يا قلقس؟ يا ابني عيب عليك، ده بيعاملني زي ابنه بقول لك. ايه اقعدي يا بت يا نعناع اما نشوف اخرتها. هم قرفانين مننا ليه كده؟ البطيخة طلعت صغيرة ولا ايه؟ ايه ده؟ بطيخ؟ يا سلام لو حتة جبنة كده بقى، حتى انا وزغلول لسه ما اتعشيناش والله. انت جاي تزور جدتك؟ يعني اللي جمعهم المام ما يفرقهمش اي هم. قصده يعني يبقى عيش وملح بما اننا هنبقى عيله وكده. ما تقول يا ابني اللي حفظتهولك. انا مالي يا اخويا، قول انت. الله يا ابني انت العريس لازم تقول. ايه يا اساتذه، هتفضلوا تتكلموا في ودان بعض كتير؟ ما تاخذونيش، اصل احنا بننام بدري. عمي احنا يشرفنا اننا نطلب ايد بنتك الانسه نعناعه لصديق عمري الأس. ايوه انا صديق الانسه نعناعه، ويشرفني اطلب ايد عمر الانسه الأس. يا ابني بتقول ايه؟ طالبين ايد بنت تاني؟ ايوه يا عمي، هو يعني ايه المشكله يعني؟ ايه ده في ايه؟ طب مش استاذ الأس يكلمنا عن نفسه شويه؟ يا عم انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، اصل بص حضرتك، اللي بيعمل ما بيقولش واللي بيقول ما بيقولش برضه. انت بتقول ايه؟ يا ابني يا حبيبي عرفني انت مين، بتشتغل ايه؟ ما هو اصل الأس باحث يا فندم. باحث؟ باحث في ايه بقى ان شاء الله؟ باحث عن عمل، بدور على شغل. دول جايين يهزروا يا بت يا نعناع. يا فندم الأس حضرتك ده مجتهد جدا ومستمر في السعي رغم انعدام الامل. ومحوش كم من السعي ده بقى عشان الشبكه. بص دي هديه منك للعروسه، يعني مش هتكلم فيه. ولا انا هتكلم فيها. يعني ايه يا استاذ؟ اصل انا مالي اجيب شبكه ليه؟ هو انا اللي هلبسها يا جدعان؟ الله، هو انت جاي تاخد البت تخليص حج ولا ايه؟ بعد اذنك انت يا بابا. خش عليهم يا بت. هو احنا هنسكن فين بقى يا استاذ الأس؟ انا بنتي استحاله تسكن بعيد عني. لا ما بتقلقش يا عمي، الشقه مش بعيده. اكيد تشطيب سوبر لوكس صح؟ والسيراميك اوعى السيراميك يكون فرز تالت. ما تقلقيش يا نعناع، السيراميك لا مش زي ما انت قلتي. لا طب كويس. الشقه مش موجوده. ايه مش موجوده؟ يعني ايه ما عندكش شقه؟ لا هيبقى عنده. هيبقى عنده باذن الله. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين يا جماعه بقى نسيبنا من الماديات شويه وخلونا نبص لاخلاق الأس وجدعنته وعقليته. انا عاوزه حد مثقف مختلف كده، حد ذو عقليه فذه. عقليه فاسده؟ طب والله اخد البطيخه وامشي. يا رب الصبر. يا الأس معلش يا انسه نعناع، اتفضلي كملي. يكون مسؤول طموح، حد بيجري في الحياه ورا هدف سامي. عين العقل. وانا اجري ورا هدف سامي ليه؟ ما هو سامي يجري وراه، انا مالي. لا اتصرفوا انتوا معايا بقى، انا تعبت. الله، امال انت ايه هدفك في الحياه يا بني ادم انت؟ اتجوز نعناع. ازاي بقى؟ ده انت لا شبكه ولا وظيفه، اجوزك بنتي على ايه؟ انا مش فاهم. على سنة الله ورسوله يا عم، انتوا مش موحدين بالله ولا ايه يا جدعان؟ يا الله يا ولي الصابرين. لما انت مش مجهز نفسك امال انت مجهز ايه؟ يوه، ده انا مجهز كابشن الخطوبة وكل صور القص والبتاع ده اللي هو. يا جماعه بعد اذن النقاش العبثي ده، انا متفاهم يا انسه نعناعه انك ممكن تكوني قلقانه شويه ان الأس ما يكونش هو الشخص المناسب، بس احب اقول لك لا انا مش قلقانه. طب الحمد لله. انا متاكده انه مش الشخص المناسب. بتتقل. صدقيني الأس شريكي ومتعشم تديله فرصه بس. فرصه ايه؟ انا عايز اعرف الواد ده هيوكل بنتي منين؟ من بقها يا عمي. امشي اطلع بره ولا انت ولا ما عنديش بنات للجواز. يا فندم طب نتفاهم. طيب ده الأس ما يقدرش يعيش من غير نعناع. بس انا اقدر عادي.
ما عيب بقى يا انسه بقى تكسري بخاطر الواد كده. اطلع منها انت يا زغلول. لا انت واد، انت ما توجهش كلام لبنتي، مش اطلع بره. يا نعناع مش انا فارس احلامك يا نعناع. انت فارسني انا شخصيا. حسبي الله ونعم الوكيل. مش اطلع بره ولا انت هو ولا. وربنا ناخد البطيخ. ده هي المصايب دي. يلا يلا يا اخويا يلا. جو. انا هسألك سؤال واحد يا نعناع، سؤال واحد بس. ليه رفضتيني؟ ازاي قلبك طوعك؟ معقول مش ندمانة؟ هتجوز مين انا دلوقتي؟ انتي ما بترديش عليا ليه يا متكبرة؟ يعني صوت صفير البلبل. الون. الون ازاي يعني؟ ما انا خلاص بقيت وحيد يا زغلول. يا ابني انا بقالي 3 ايام مش عارف اوصل لك. ماشي. هو ايه اللي ماشي يا ابني؟ اجمد كده يا حبيبي، انا مش عاوزك تيأس. بس انا عاوز. يا ابني فوق لنفسك شويه، انت مش اول واحد يتقدم لواحده ويترفض يعني. وكمان مركز تاني. طب انت ناوي تعمل ايه يا حبيبي دلوقتي؟ هعمل ايه يعني يا زغلول؟ هعمل شاي وخلاص. يا ابني هتعمل ايه في حياتك؟ هتعمل ايه؟ انا مش بني ادم، انا مرفوض. لا حول ولا قوه الا بالله، ده انت حالتك صعبه. طب بقول لك ايه، البس ويلا نخرج بدل الحبسه اللي انت فيها دي. لا انا مش هطلع من اوضتي. يا ابني ما تزعلش يا ابني، انا هجوزك ست ستها. يا هي ستها لسه عايشه؟ ايه خلاص يا عم ما تعصبش عليا، انا واحد مكتئب. ويلا اقفل بقى عشان الحق اعيط لي شويه. سلام. يا ابني طب اسمع. الو. صعبان عليا قلقص والله، مش عارف اعمل له ايه. ده اكيد قلقص غير رايه وهينزل. ايه ده؟ لا مش هو. السر اللي انت مخبيه انا عرفته، ولو مش عاوز تروح في داهيه لازم تعمل اللي هقولك عليه. عمي انا جاي اطلب ايد بنتك نعناعه لتاني مره، بصرف النظر عن قله القيمه اللي حصلت اول مره. يا ابني هو انت مش اترفضت؟ عادي بقى. اصل اذا اردت شيئا بشده فزن. نعناع مش ليك يا قلقس، امال لمين؟ لواحد قد مسؤولية الجواز. تقدر تقول لي انت هتفتح بيت ازاي؟ عادي يا عمي، هخبط وحد يفتح لي من جوه. مش هقعد من وش احسن لك، ما عنديش بنات للجواز. لا عندك. انا شفتها المره اللي فاتت. قلت لك ما عنديش بنات للجواز. طب بس اديني فرصه وانا هشتغل وهجيب شقه وهشيل المسؤوليه وهغسل سناني قبل ما انام لا يعني لا. عيب بقى، انت راجل كبير بقى، ما تخلينيش اعضك. طب لا 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 يا جدع انت ما تنرفزنيش. لا 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 لا. قلت لك ما تنرفزنيش. هو انا فين؟ ايه ده كابوس، هلاوس وضلالات. يا لهوي. لا لا لا، انا لازم اشوف زغلولي يلحقني من اللي انا فيه ده، انا قربت اتجنن. هو ايه اللي انا سمعته ده؟ الاسمين ده اللي عايز يتجوز نعناع. لا ما انا رفضته، الموضوع انتهى خلاص. عمي الجوازه دي لا يمكن تتم، لا يمكن تتم. يا ابني بقول لك رفضته. ما هو اصل بص، انت لو موافق على الكلام ده انا مش هسكت. يا حبيبي قلت لك رفضته، وعيب بقى ما تعليش صوتك عشان ما مدش ايدي عليك. طب يا انا يا القاس ده. يا اختي يا ابو مخ تخين، بقول لك رفضته. رفضته. ماشي. اصل اقلب القدرة على فمها. وليه البهدله بس؟ البت نعناعه لسه مسحي. لا، اقلب القدرة على فمها نعناع لموزمبلي ابن عمها. طب يا سيدي ربنا يوفق الدنيا على بعضها. كلام في الحوار ده تاني مفيش، واوعى تنسى اللي ما بينا. هو ايه اللي ما بينا؟ شوف انت بقى. ايوه اشوف ايه يعني؟ لا ما هو لو نسيت افكرك بطريقتي. فكرني، انا اللي بقول لك فكرني. لا ولا فكرك ولا تفكرني، انا اصلا عديم الذاكره. مش تطلع بره يا ولا، انت تعبت لي اعصابي. يا ترى انت فينك يا قلقص؟ اتاخرت ليه؟ الو، مين معايا؟ أنا اللي بعتلك الرسالة إياها. طبعا مش عارف صوتي لأنك أول مرة تسمعه، وكمان أنا مبوظه. ايه ده؟ ها، مستعد تعمل اللي هقولك عليه؟ لا انا لازم اعرف انت مين. استحالة أقولك أنا مين. خايف مش كده؟ لا أصلي كتوم شوية يا ابني، أنا ببتزك. هقولك أنا مين إزاي؟ ما تعقل الكلمة. طب انت عاوز مني ايه؟ فلوس؟ خد اللي انت عاوزه بس ما تفضحنيش. فلوس إيه؟ لا مستورة والحمد لله. طب كله إلا أهلي، ما تأذيش أهلي. حد الله بيني وبين الأذية. أمال أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ بتبلغني إني فزت بالعمرة؟ قول لي عاوز إيه؟ الأس لازم يتجوز نعناع. الأس ونعناعة؟ أنا مش فاهم حاجة، ويعني إيه لازم دي؟ يعني دي مسؤوليتك. مسؤوليتي أنا؟ طب وأنا أعمل إيه؟ يوه،
ما تبقاش غلباوي بقى، مش انت صاحبه؟ يبقى لازم تساعده يكون شخص قد المسؤولية عشان يقدر يتجوز نعناع. لا حول ولا قوة الا بالله، وانا هعمل ده ازاي؟ انا مش فاهم. اتصرف، قدامك 30 يوم اتشقلب فيهم. شهر؟ هتصرف ازاي في شهر؟ لا 30 يوم. ايوه ما هو شهر. لا ما هو الشهر ممكن يبقى 31 يوم. احنا هنهزر يا استاذ، بعدين ما تكلمنيش على الرقم ده خالص. انا لما اعوزك هكلمك، واوعى تطلع الزحلوق من الصندوق. زحلوق؟ زحلوق ايه وصندوق ايه؟ طب انا كنت بس عاوز الو يا عم انت يا عم. وبعدين انا هعيش في التوتر ده كتير. مين ده وعرف سري ازاي وايه علاقته بقلقس ونعناع وزحلوق؟ ايه اللي في الصندوق ده كمان؟ يا رب اعمل ايه بس؟ ازيك يا زغلول؟ قلقس؟ قلقس. مالك مستغرب ليه كده ووشك مخطوف؟ مستغرب؟ لا انا مش مستغرب خالص. امال في ايه كده؟ مالك مش على بعضك ليه كده؟ ما انا عادي اهو يا ابني. زغلول انت مخبي عليا حاجه؟ حاجة ايه يا ابني؟ مفيش اي حاجة خالص. لا ده شكل الحكايه فيها منة. يعني انت منزلني من بيتنا عشان افك من اكتئابي، اجي الاقي وشك شبه علامه التعجب كده؟ سيبك بس من وشي. بص احنا لازم نلاقي حل مع نعناع وابوها يا قلقس. انا مقموص منهم جامد يا زغلول. مش وقته، لازم نتصرف. نخطف نعناع؟ خطف ايه بس؟ امال هنعمل ايه؟ انا مش فاهمك. هو في حاجه انا مش عارفها يا زغلول؟ يا عم مفيش حاجة، بس انت لازم تتغير، لازم تشيل المسؤولية. ما ينفعش ادحرجها؟ نعم. خلاص اجرجرها. يا ابني بقى ركز، ابوس ايدك. طب هشيل المسؤوليه ازاي؟ ما انا مش عارف. هو ايه اللي ازاي؟ تشتغل طبعا، انت مش راجل. طب والله فكره، بس اشتغل ايه؟ مش عارف، بس هنتصرف عشان انت لازم تتجوز نعناعة، يعني لازم تتجوز نعناعة. وانت بقى يا زغلول مهتم ليه قوي كده ان اتجوز نعناعه؟ ها يكونش في حاجه؟ يا عم اسكت بقى، يا عم اسكت، خلينا نعرف نفكر ونشوف هنشتغل في ايه. بس لقيتها. بابا مالك؟ صوتك وحش قوي. هو انا بكح في ذا فويس؟ لا قصدي يخض. اتصرف ازاي؟ موزمبليه يجيب الدكتور ويجي بسرعة. لا دكتور ايه؟ ده كابوس. انا مش عيان. كابوس؟ طب شفت ايه يا بابا؟ قولي. لا ما تشغليش بالك. المهم يا نعناع، انت ايه رأيك في موزمبليه صحيح؟ عاوز اطمن عليكي. ابن عمي يا بابا وشهم وجدع، ما شفناش منه حاجة وحشة. يعني شايفاه مناسب عن قلقس؟ قلقس؟ مفيش مقارنة أصلا. نعناع يا بنتي. نعم يا بابا. يا لهوي. نعناع. بابا فين الرقم؟ فين؟ الو، ما جيتش ليه لحد دلوقتي؟ ايوه يا سيدي، باسم نعناع السيد بصل اخضر. لا خليهم وجبه واحده بس، اصل بابا مش ايه ده؟ يا لهوي بابا صحيح. لا اول يوم شغل ليا في القهوه، يا رب يشغلوني معلم. المهم يا واد يا قلقس، انت حفظت كل الحاجات والمحتاجات. شاي على ميه بيضه، شاي على بوسطه، امال شاي العروسه فين؟ يوه هي فين الورقه؟ شاي سكر مروه، اكيد مروه دي العروسه. بس انا كده مذاكر كل حاجه. استعنا على الشقة بالله. امد بقى احسن زغلول مأكد عليا نكون في القهوه الساعه 8 والساعه دلوقتي تيجي لها 10 الا تلت. حلو هوصل قبله. ايوه جاي متاخر ليه يا واد يا قلقس؟ اسف والله يا زغلول. وبعدين هو ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ اسمي المعلم زغلول، واسمعني وافهم اللي هقوله لك كويس. كلي ودان سامعه. انا اجرت القهوه دي من عم غريب، هنشغلها سوا. استوينا ازاي يعني؟ يا ابني استبينا يعني اتفقنا. صح معايا كده وما تقلقش، انا هنا عشان اشربك الشغلانه. شكرا والله انا مش عطشان. نعم. اسف. اقول له ايه ده؟ انا عايز اقول له اي حكمه عشان يثق فيا. بص يا قلقس، انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك. قولي. اقول ايه الكلمتين؟ صح. استنى، هات لي المشروب بتاعي. والكلمتين؟ بعد المشروب. طب تشرب ايه؟ زبادو. زبادو، هات لي زبادو. عينيا حاضر. وعندك واحد زبادو وبوظه. والله شغلانه المعلمين دي هيبه برضو كده. ايه ده؟
معلش بقى يا زغلول، انا قصدي يا معلم زغلول، ما بعرفش اعمل البتاع اللي قلته ده، فجبت شاي بالنعناع. يا ابني الحاجة اللي ما تعرفهاش اتعلمها. بص يا قلقس، انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقة في ودنك. ما انت قلتهم لي من شويه. ها؟ لا دول عشان ودنك التانية. شوف يا سيدي دماغ المعلمين، يلا قول. اللي ما يعرفش يعمل الزبدو الناس مش هيحبوه. الله. وعشان تتعلم. ايوه. عشان تتعلم. ايوه اعمل ايه؟ جرب واوعى تبص وراك، بص قدامك. ما انا باصص اهو. وزي ما بيقولوا خربش القط يخربشك، وما تجيش جنب القط ما يجيش جنبك. واغسل يديك قبل الاكل وبعده. ايوه معاك حق والله. وعلى رأي المثل، اللي واكل وز مش زي اللي واكل فول. انت جعان ولا ايه؟ اجيب لك تفطر؟ يا ابني افهم الحكمة يا ابني، اللي عايز يتعلم لازم يدفع الثمن. يا سلام، بكام بقى؟ هو ايه؟ الثمن. مش يقلقس، روح شوف وراك ايه. حاضر. يا اخينا انت يا اخويا. ايوه جاي. ايوه يا باشا، اؤمر. تشرب ايه؟ ماتشا. يرحمكم الله. هو ايه اللي يرحمكم الله؟ ده مشروب. ده شاي ولا قهوه؟ ده عامل زي القهوه الاسكريتو. انت اكيد قلقس. ايه ده؟ الله، انت عارفني؟ وهل يخفى القمر؟ الله يخليك والله، انا كنت بادئ موضوع البلجره ده من قريب، ما كنتش اعرف انه هيجيب نتيجه. لا، عرفتك من ذكائك. الله يكبر بخاطرك والله. انا على فكره انا من صغير بيقولوا ان انا لماح وفطير. قصدك فطين. ايوه هي دي. بس انا عارفك عشان انت كنت متقدم لبنت عمي نعناعه. ايوه، ورفضوني والله. استنى احكي لك يا ابني ما انا عارف، بقول لك بنت عمي. لا، هو حضرتك اسمك ايه؟ موزامبيليه. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ والله منورنا. حضرتك تشرب ايه بقى غير اللي قلته؟ عشان احنا ما بندخلش الحاجات دي القهوة، معلش يعني. وماله، اكتب عندك 20 مانجا. نعم. ما صحابي جايين. حاضر. و15 قهوة. الله. وهات لي القهوة كلها فطار على حسابي. لسه جايب لكل واحد نص فرخة والله. طب وايه، مش هيحلوا؟ نزل طقم ام علي ومكسرات نوتيلا فواكه كبير لكل الناس على حسابي. حضرتك كريم قوي. ده انت لقطة. اما نشوف سي زغلول. معلم زغلول مش كده؟ مظبوط. مين حضرتك؟ ابن عم نعناع، اخوك موزامبيليه. ابن عم نعناعة. شكلك مش مطمني، يكونش انت اللي بتبعت الرسايل؟ طب والله ممكن. ايه رحت فين؟ إيه لا معاك. انا بس قلت اتعرف عليك عشان سمعت عنك انك راجل جدع وكويس. طب اتفضل. طيب تشرب ايه؟ لا انا طلبت خلاص. طب السيد بصل اخضر عامل ايه صحيح؟ سمعنا انه تعبان. لا ده دور برد وبقى عال دلوقتي. اطمن. طب الحمد لله، السلام له امانه. ها يوصل. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا ايه بقى؟ يلا بسم الله. الله، هو السكر فين؟ والقهوه والشاي والمانجا فين المانجا؟ هو الراجل عم غريب ده ضحك عليا ولا ايه؟ الو، ايوه يا عم غريب، انت مش قايل لي ان القهوه جاهزه من مجاميعه؟ حصل. ايه القهوه فاضيه؟ ازاي؟ ده انا سايب لك بضاعة يجي ب20,000 جنيه. انتوا بتسرقوني ولا ايه؟ ده انا وديكم في داهية، صبركوا عليا. يا عم غريب بس اسمعني، انا عايز افهم. يوه، هو قلقس فين؟ يا قلقس، يا لهوي، انت بتعمل ايه؟ تاخد معلقة؟ معلقة ايه؟ هو خزين القهوة فين؟ خلص؟ طب حلو والله. طب فين الإيراد بقى؟ إيراد؟ والمانجا فين؟ إيراد ومانجا؟ هو احنا في الغيط يا زغلول؟ يا حبيبي المانجا العصير يا بني آدم. طلعتها مشاريب كلها؟ طب وفين الحساب؟ ثواني هروح احاسبه واجي. هو مين ده؟ موزامبولا ده ولا مش عارف اسمه ايه؟ موزامبليه؟ هو كان طالب 20 كوباية؟ لا. امال ما تقول. و15 قهوة وام علي لكل الناس. خد لك معلقة على ما اروح احاسبه بقى. يا ابني ده مشي من زمان وما حسبش على حاجة. منك لله. هو في ايه بس؟ طب كان في فلوس في الدرج راحت فين؟ جبت بيها فراخ شواية. الناس كانت لسه ما فطرتش يا جدع. يا ابني يا حبيبي اعمل فيك ايه ده؟ عم غريب ودانا في داهية خلاص. ايه ده؟ في ايه؟ انا عكيت الدنيا ولا ايه؟ استرها يا رب. قلقس. زغلول، شفت حصل لي ايه بسببك؟
خلاص بقى يا زغلول، ما تخلينيش اعيط. انت عارف انا لما بعيط بجوع، وبصراحه بقى انا ما تبقاش معايا غير سندوتش حلاوه واحد. انا خلصت كل اللي كنت اعملهم لك، معلش بقى المره الجايه. هو في مرة جاية؟ يا ألقس أنت لازم تتصرف وتخرجني من هنا. ما تخافش يا زغلول، انا محضر لك محامي ما شفتش زيه قبل كده. طب هو ما جاش معاك ليه؟ سايبها مفاجاه. بص عد لحد 10. محكمة. إيه ده؟ استر يا رب، استر يا رب. إيه ده؟ هو ألقس راح فين؟ الجلسة هتبدأ، فين وفين المحامي؟ استرها معانا يا رب. انا المحامي حاضر مع الملتهم. ملتهم؟ ايوه زغلول ده. إيه ده؟ مين ده؟ ده ألقس؟ اتفضل يا أستاذ، ابدأ مرافعتك. سيدي القاضي، حضرات الباشا اللي قصدك حضرات السادة. سادة ازاي؟ ما حضرتك زي العسل اهو. التزم بالمرافعة يا حضرة وإلا حبستك معاه. حاضر حاضر. بصراحة كده زغلول بريء. طلعوه بقى، يلا بينا يا زغلول. انت بتقول ايه يا ابني؟ هو احنا في سوق التلات تاخد الحاجة وتمشي؟ احنا في محكمة. طب قول لي طيب، هو عمل ايه وانا هتصرف معاه؟ هو انت ما تعرفش؟ الصراحة لا. اختي وجاي تترافع عنه؟ معلش والله انا جاي من بعيد مش مركز، وحضرتك عارف يعني القضايا كتير. فلو ينفع نطلع فسحة نص ساعة بس. فسحة؟ فسحة ايه يا أستاذ؟ طب سيبني مع موكلي 9 دقايق، حلوة الصيغة دي؟ معاك دقيقة واحدة، اتفضل. انت ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ألقس؟ فين المحامي؟ ما وكلتش محامي ليه؟ مش لما اوكل نفسي الاول؟ ده انا من الصبح على 17 سندوتش حلاوه اللي كلتهم. ألقس ابوس ايدك، اخرج من المطبخ دلوقتي وقول لي هنتصرف ازاي. طب ما نكلم عم غريب ونعيط له، يمكن يتنازل عن الفلوس والحاجات اللي ضيعناها له دي. ضيعتها له؟ انت اللي ضيعتها له يا بيه، ها انت. خلاص بقى. يا ربي، المهلة اللي مديها لي اللهو الخفي دي بتخلص وما فاضلش غير ايام. ايه هقضيهم في السجن؟ ايام ايه؟ ده انت هتاخد لك مش اقل من 7 سنين يا زغلول. ألقس اسكت يا حبيبي اسكت. خلاص انا هتصرف. الدقيقة خلصت يا أستاذ، يا ريت الدفاع يتفضل. استر يا رب. سلام عليكم. انت يا ابني داخل قهوة؟ ايه ده؟ حضرتك عرفت منين؟ بصراحة لا انا مش قهوجي. انا محامي ابا عن ست. حتى بص الباروكة. يا ابني هو انا شككت فيك؟ اتفضل اترافع. سيادة القاضي، هذا المجرم الماثل امامكم. مجرم ايه؟ صح. هذا المش مجرم خالص، الطيب السكرة ده. ماله؟ بصراحة كده انا هقول الحقيقة. اتمنى والله. بص حضرتك، زغلول له صاحب عمره وكده، انت فاهمني؟ فاهمك، كمل. اشتغلوا سوا في قهوة. صاحبه ده بقى ايه؟ مش انا خالص. فاللي حصل ايه بقى؟ يا ريت تترافع على طول يا أستاذ، احنا مش بنحكي على المصطبة. حاضر. صاحبه ده أول مرة يشتغل في قهوة، أول مرة يشتغل أصلا. فأنت فاهمني مش كده؟ يا سيدي فاهمك. طيب صاحبه بقى ده ضيع الفلوس وطلع خزين القهوة كله من غير ما ياخد حساب عليه. ايه بقى؟ عم غريب عاوز فلوسه، فيعمل ايه؟ يرفع قضية على المتسبب في الخسائر دي. الله ينور عليك. يبقى اللي يستاهل الحبس هو صاحب زغلول. وفين صاحبه؟ ندور عليه بقى، معرفش. هي استغماية يا ابني. طب خلاص نحبس موزامبليه. مين موزامبليه ده؟ ولا ايه علاقته بالقضية اصلا؟ معرفش، بس انا مفروس منه. ممكن اقول حاجة يا سيادة القاضي؟ ايه ده؟ يا سبحان الله، شوف قلبه حاسس. احبسوه يلا بسرعة. موزامبليه؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ انت مين يا استاذ انت؟ اسمي موزامبليه. ليه؟ هدوء، واحد بس اللي يتكلم. انا هدفع كل الفلوس اللي اتحبس عشانها الاستاذ زغلول، بس بعد اذن سيادتك هقول له كلمة على انفراد. لا دي ما بقتش محكمة. قول له. ده ناقص يقول لك عاوز فسحة. بسرعة يا حضرة. عاوز ايه يا موزامبليه؟ بص كده. ايه ده؟ تنازل منك ليا، ناقص امضتك الجميلة. تنازل عن ايه؟ عن كل المحلات اللي باسمك. انسان مستغل. ايوه بس ده كل اللي حيلتي. ما هي كده كلها مقفولة وما بتدخلكش جنيه. لا انا لا يمكن اعمل كده. خلاص براحتك، اقعد لك كام سنة في السجن وتخرج كده اسم الله عليك رد سجون انت شمتان فيا؟ حد الله، انا بس بوعيك يا حبيب اخوك. حبك بورس. امين ولا تقعد لك هنا 2 سنين جايين؟ حاضر، هكتب لك اللي انت عاوزه، بس سيب لي على الاقل محل الجزارة. استبينا، وانا ما يخلصنيش تبقى على الحديدة. ما شفتش في اخلاقك.
خلاص يا سيادة القاضي، عندي أنا. الحكم بعد المداولة. ان شاء الله ام دولة دي تكون ست كمل كده وطيبة وتقول لهم يطلعوك يا زغلول. ام دولة نقطني بسكاتك يا قلقس. حاضر. سكوت. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم زغلول بالأشغال الشاقة المؤبدة. يحيى العدل، يحيى العدل. انا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. ايه ده، هو في ايه؟ هدوء من فضلكم، هدوء. عذرا على اللبس. دي أوراق القضية اللي بعد دي. الحمد لله، الحمد لله. حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المتهم زغلول بسداد قيمة خسائر قهوة عم غريب كاملة يدفعها عنه السيد موزامبيليه يا فندم. موزامبيليه. ليه؟ ابوس ايدك احبسني يا سيادة القاضي. تفتكر يا زغلول هننفع نبقى جزارين؟ ها؟ ثواني. كفارة خروجك من الحبس كنت عارف انك هتتصرف عشان تلحق تنفذ اتفاقنا. عموما فاتك كتير، ما بقاش الا القليل، ومبروك افتتاح الجزارة. يا عم اقعد بقى. الله، ما انا قاعد يا زغلول. هو انا بلعب باليه؟ مش انت يا عم، مش انت. المهم بص، انا ما بقاش حيلتي غير الجزارة اللي سابها لي موزامبيليه، هنشتغل فيها سوا. انا عاوزك تسمع كلامي وما تتصرفش من دماغك خالص يا قلقس. حاضر. بس انا كان نفسي اشتغل شغلانه عليها القيمه كده، مدير ولا رئيس مجلس النجاره، يعني رئيس اتحاد ملاك العماره كده يعني. يا ابني مش بنحسبها كده، انت المفروض تسعى وتتعب وتدور على رزقك في اي طريق طالما حلال. فما فيش فرق يا اخويا ما بين اداره وفلاحه وجزاره. شوف يا اخي العلام حلو برضو ازاي. طب يلا قوم شوف الزباين. هي فين الزباين دي؟ قال لما في حتى حد جه نتش اللحمه مننا وجري. على الله، بس لما يجي زبون تعرف تبيع له. واحنا نستنى ليه؟ طب بص، انا همثل اني زبون وهتجرب فيا. الله، حلوه اللعبه دي. طيب ماشي يلا. هروح اتنكر واجي. ماشي يلا روح اعمل اللي بتقول عليه ده. بتاو 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 ايو زربيو هو زغلول اتأخر كده ليه؟ سلام عليكم. كنت عايز كيلو لحمة لو سمحت. بس أنا لوحدي في المحل ومفيش حد كبير هنا. حد كبير؟ ما تبيع لي يا ابني زي ما علمتك. إيه ده زغلول؟ اخلص يا قلقس. طب خلاص يلا تاني. 3 2 أتشي. هف. ممكن كيلو لحمة؟ عينيا الاتنين. قطع ولا مفرومة؟ مفرومة أيوة. عينيا. ضاني ولا جاموسي؟ هاتها جاموسي. ماشي. الجاموسي عندنا ايه؟ ما اقولكش حاجة كده تستاهل منقارك. طب يا سيدي يلا اديني كيلو يلا. طب عاوزه مفروم ناعم ولا خشن؟ يا ربي ناعم يا اخويا، ناعم. حاضر. بس ناعم قوي ولا نص نص؟ يا ابني اديني اي حاجة بقى، خلصني. لا للأسف مفيش اللي حضرتك عاوزه. مفيش؟ امال عندك ايه؟ ما عنديش. يا حزني. طب انا عندي سؤال. اتفضل حضرتك، بس انجز. هو انتوا بتعقموا الادوات اللي بتستخدموها دي؟ يا عم هو احنا فاضيين؟ طب والعجول دي مدبوحة فين وازاي؟ مش عارف. بس المعلم زغلول بيخنقها باين. بيخنقها؟ ايوه، اصله عصبي شويتين. عصبي ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ تودينا في داهية. ايه ده زغلول؟ انت بتتفاجئ ليه؟ انا عاوز افهم. وبعدين لو اي مفتش صحة سمع اللي بتقوله ده، خلاص احنا كده رحنا في داهية. خلاص والله اسف. بص انا مش عايزك تتكلم كتير، بص بيع وبس. حاضر. انا هروح مشوار وجاي بسرعة، خلي بالك من المحل. ها؟ مش عاوزك تقلق خالص. بس انا قلقان والله. وانا كمان. جيب العواقب سليمة يا رب. الو، ايوه مين معايا؟ مدفع رمضان ما تبطلوا معاكسات بقى، تعبتونا. كسبت 100,000 جنيه؟ يا عم ان شاء الله اكون كسبت 12,000 جنيه، ما يفرقش معايا الكلام ده. هو مهما يا عم الفلوس لازم اكون شقيان فيها، لازم تكون حلال واكون جايبها من عرق ريشي. لا شكرا يا حبيب، مع السلامة. سلام. سلام عليكم. تفتيش يا ابني؟ يا باي عليك يا زغلول، ما خلاص بقى ومغير صوتك كمان. زغلول مين يا ابني؟ بقول لك تفتيش. برضه هيقول لي تفتيش، ناقص يقول لي انه من وزارة الصحة والسلكان. انت شكلك كده مش مظبوط، والجزارة دي مش مظبوطة. انت صدقت الكدبة ولا ايه يا زغلول؟ طب والله لو اوريك. قول لي يا ابني انتوا بتعقموا الحاجات دي بايه؟ شوف نفس السؤال، مفيش كرياتيفيتي. طب ما بنعقمهاش. حلو.
والعجول بقى اللي بتبيعوها دي بتتذبح فين؟ يا اخي طب قول اسئله جديده، ده انت ممل. رد يا ابني، العجول دي بتتذبح فين؟ هي قالت لك فين؟ ايه ده في ايه يا قلقس عملت ايه؟ ها؟ زغلول؟ ايه ده؟ امال ده مين؟ يا لهوي يا ابني، قلت لك تفتيش تفتيش. تفتيش؟ اهلا يا فندم، اهلا. احنا والله كل ورقنا سليم والجزاره نظيفه وكل حاجه زي نضيفه؟ امال الاستاذ ده بيقول انكم مش فاضيين تغسلوا السكاكين حتى ليه؟ ها؟ لا ازاي بس حضرتك؟ احنا بنعمل كل التدابير الوقائيه. دبابير؟ لا ولا دبابير ولا خفافيش، مفيش دبانه بتدخل المحل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واضح اهي دي مموتها 10 مرات قبل كده. واللحمه دي لونها متغير ليه؟ الالياف بتاعتها غريبه كده. ارياف؟ لا ارياف ايه حضرتك، احنا كل العجول دي بنستوردها من سويسرا. يا فندم اللي في ايد حضرتك دي كبده، فهي لونها كده. والتلاجات دي درجه حرارتها كام بقى ان شاء الله؟ لا يا فندم، احنا التلاجات عندنا ما بتعياش، العجول هي اللي بتعيا. اسكت يا ما فيش حاجه يا فندم، خالص يا فندم. انا قلت الجزاره دي مش مظبوطه، قولوا لي اللحمه دي بتتحط في التلاجات ولا لا؟ طبعا يا فندم. قلقس حطيت العجل النهارده في التلاجة زي ما قلت لك. سلخته وحطيته زي ما قلت لي بالظبط. اهو يا فندم، اهو شوف احنا زي الفل والله. بس تعبني قوي يا زغلول على ما حطيته في التلاجة، فضل ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده العجل ده صاحي، انت ما ذبحتوش؟ ما انت ما قلت ليه؟ الجزارة دي هتتشمع، لازم تتشمع. هنعمل ايه؟ اجري يا زغلول اجري، هنقفل عليه الباب. انت بتعمل ايه؟ حبستنا معاه يا بني ادم. يا لهوي العجل يا زغلول العجل. انا مش عارف انت عمال تتفاجئ وبس ليه؟ حلق عليه الحقني يا زغلول. ايه ده؟ حواجبي يا لهوي. وادي الجزارة اللي انت كنت عاوزها يا استاذ زغلول، شمعتها لك بحتة بلاغ ما اخدش مني دقيقة في التليفون. تعيشوا وتاخدوا غيرها يا اخواتي. يانا، بس صدقني تشميع الجزارة ده بفعل فاعل يا قلقس. فعل اعرب لك ما تحته خط ولا ايه؟ يا ابني في حد حاططنا في دماغه، بس يا ترى مين؟ موزمبليه. لا يا عم لا، مش للدرجات دي يا ابني هو مش عاوزنا نتهنى بالجزارة. بس يا عم زغلول احنا مش معانا ما يثبت ازالته. قصدك يثبت ادانته؟ ما فاتتش عليا دي، احنا هنعمل خطة ونوقعه بيها. خطة ايه؟ اديني ودنك. لا لا مش للدرجة دي يا زغلول. ايوه وبس يا سيدي، هنبعت له من رقم غريب ويقابلنا في مكان مهجور وننفذ الخطة بقى. الله، دي خطة ما تخرش المية بصحيح. بس احنا هنجيب رقمه منين؟ بس كده اكتب عندك يا سيدي 03 وحايد. ايه ده الرقم 7 4. 7 يعني انت دلوقتي بتمليني رقم موزمبليه؟ ايوه يا عم ايوه 7. ازاي يعني؟ يوه يا زغلول، السبعة اللي بتبص لفوق دي يا سيدي. هو انا مش عارف السبعة يا ابني. انت ازاي معاك رقم موزمبليه؟ جبته منين؟ هو انا ما قلتلكش؟ اصل زومبليه جه الجزاره، انت مشيت من هنا وهو جه في ديلك من هنا، جه يبارك لنا وكده يعني، واداني رقمه عشان لو عوزنا حاجه. يبارك لنا يا ابني؟ ده عمل كده عشان يسبك عملته يا زغلول، ده هو اللي ساعدني وشال معايا العجل عشان نحطه في التلاجة. اللهم صل على النبي. وطبعا هو اللي قالك مش لازم يتذبح، صح؟ ايوه. طب ما كل ده بيقول ان هو السبب. يعني زومبليه خدعني؟ خدعنا كلنا. احنا لازم ننفذ خطتنا، لازم. ماشي يا زومبليه ماشي، نهايتك على ايدي. لا ايدي دي. جاهز يا قلقس؟ جاهز؟ ايه اللي جاهز؟ ياما انت بتعمل كده ليه؟ مش احنا جايين نوقع موزمبليه في شر اعماله، ولا احنا جايين ندوه في كليه سياسه وعلوم اقتصاديه؟ سياسه وعلوم اقتصاديه يبقى لازم نبقى واعيين كده وفاهمين ومدقدقين. بس انا حاسس اننا ناسيين حاجه كده. ما تقلقش، كله معمول حسابه. ايه ده؟ هو قصدك ايه يعني؟ السلاح ماليه من امبارح والله. معمره قصدك بقى؟ وانا هحمره ليه يا زغلول؟ انا ماليه ميه عادي، حتى بص فس ايه؟ ارمي البتاع ده، جايب لي مسدس لعبه؟ لا ده مش لعبه يا زغلول، شايف دي؟ مش شايف حاجه. ايوه، ما علشان دي كاميرا مختفيه، هنسجل لزومبليه، لازم العالم كله يعرف ألاعيبه. نعناع وابوها دلوقتي
قاعدين في جو من التوتر والسسبنس بيشوفوا الحقيقة لحظة بلحظة. يعني انت فكرت ورتبت كل ده لوحدك يا ألقس؟ وقلت لهم يبلغوا البوليس كمان. أيوة، لازم الغزالة تاخد مجراها. تصدق انا مبسوط بيك يا ألقس، بقيت تفكر وتشيل مسؤولية نفسك وبتتصرف اهو عشان تصلح صورتك في عين نعناعة وتعرفها انك مسؤول وتقدر تعمل اي حاجة. الله يخليك والله، لولاك يا صاحبي أنا ما كنتش هبقى كده. اصيل يا ألقس. هو فين موزمبليه بقى، ما جاش ليه؟ مش عارف، مع إني بعت له اللوكيشن على الواتس. واللوكيشن 100. كنت عارف إني هشوفك هنا. يا ابني ما احنا اللي قايلين له يجي. استنى انت بس يا زغلول، ايه اللي جابك يا زومبليه؟ زومامبليه جاي افهم. تفهم ايه؟ افهم عاوزين ايه؟ هما مين دول اللي عاوزين؟ احنا يا ابني. صح. طب واحنا عاوزين منك ايه يعني؟ ما انا جاي افهم. تفهم ايه؟ اختي يا ابني، بقول لك ايه يا ألقس، روح انت. طب بصوا بقى، هلا على الجد. والجد يا اختي اسم الله عليه. ايوه، انا اللي ورا كل المصايب اللي انتوا فيها. لا انا ما صدقش. انت تصدق الكلام ده يا ألقس؟ اه. يا ابني قول لا، خلينا ننفذ الخطة. لا. طب واللي خلق الخلق انا. يا جدع انت ازاي بس؟ ده جه يا ابني بنفسه اتعرف علينا في القهوة واعتبرنا صحابه. صحاب ايه؟ ايوه صحاب ايه؟ ما تظلموش يا زغلول، ده كان معتبرنا اخواته. انا اخواتي في الدنيا دي الجنيه وكوبايه الشاي. شاي؟ راجل صاحب مزاج يعني. لا وصاحب واجب كمان. ناس يا ألقس لما غدى القهوة كلها فراخ شواية ورز بلبن ومش عارف ايه. ما عورتكوا في ألوفات وقتها لما كتيت وما دفعتش جنيه. يا عمي انا نسيت، عادي الدنيا ملاهي. تلاهي يا حبيب اخوك، وملاهي برضه، ما هو بسبب عملتي دي ابو الزغاليل راح مارينا. بقى كده يا زغلول تتفسح وما تاخدنيش معاك؟ يا ابني مارينا دي يقصد الحبس، بس بيراعي مشاعري وكده. يا سلام، انسان ولا كل الانانيس؟ وهو انا لو انسان كنت دبرت له كل ده وحبسته يا بني ادم؟ ايوه بس ضميرك صحي وجيت دفعت له الفلوس كلها وطلعته من الحبس. ما انا مضيته على كل اللي حيلته قبلها قدامك. يا عم بتحوشها لي معاك، كتر خيرك. هو انا والدتك ودي العداء حبيبي؟ استسمحك بس تيجي شويه كده عشان الكادر. ده ايه ده؟ لا ولا تحط في بالك. الله صحيح يا زغلول، هو انا انسى انه ساعدني ادخل العجل في التلاجة وهو صاحي؟ او IQ 0. الله يخليك، ده انت اللي زيرو والله. لا انا 10/10 عشان ببلغ قد كده شمعتلكوا الجزارة. يا عم ده انت عملت فينا معروف، هو ده شكل جزارين برضو. ده هو الروب موديل لنعناعة في الشهامة والجدعنة ده يا زغلول، خلي بالك. نعناعة دي مخدوعة فيا هي كمان. طب انتوا عارفين اكتر اغنية بحبها ايه؟ اكيد تواشيح بقى وابتهالات بعد صلاة الفجر وكده، صح؟ ألا فين سبحتك يا اخ زومامبليه؟ لا تواشيح ايه؟ امال اغنية ايه؟ تس انا الثعبان. الله، طب يلا قول لي الحتة دي تاني، يلا. تس انا الثعبان. تس هو الثعبان. بس كده يا باشا، اعترافاتك كلها اتسجلت صوت وصورة يا حلو. عاوز تذيع؟ قول زيع. على قناة ايه يا خفيف؟ البوليس الإخبارية يا تقيل. يا ولاد ولد اوعى تشتم، عيب، كله إلا الأخلاق. زومامبليه قول صابونة لوكس. عادي يعني، صابونة لوكس. البوليس هيجي يحطك في البوكس. طب على ما يجي بقى، ايه رأيكم في البوكس ده؟ هو البوليس ما جاش ليه؟ هو صوت السرينة ده جرافيك ولا ايه؟ يا لهوي، ما هو على طول في الافلام بيجي بعد الخناقة. مستعجلين ليه؟ احنا لسه ما خلصناش. النور، شغلوا النور. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما النور شغال يا ابني. يعني ايه؟ ودني اتصابت؟ ارتاح يا ألقس، شكلك تعبان قوي. ايه ده؟ مين اللي بيتأهه ده؟ لا ده زغلول. يا بطني يا راسي يا عيني يا مفاصلي. يا حواجبي.
سلامتك يا قلقس يا ابني. ها؟ سلامتك يا قلقس؟ امال انا باخد تان ولا ايه يا جدعان؟ خلاص بقى يا زغلول يا ابني، ما تتكلمش كتير. حاضر يا حاج، الله يبارك لك، والله انا فعلا تعبان ولازم ارتاح. لا انت صدعتني. الله، جرى ايه يا جدعان؟ ايه قله القيمه دي؟ هو انا ماليش اهل يسالوا عليا ولا على ايه ده؟ مالك يا زغلول؟ شكله تعبان يا نعناع. يا حزن الحزن. هو انذار حريق ده ولا ايه؟ زغلول انت كويس؟ الحقونا بدكتور. اشيل الفيشه واحطها تاني يعني ولا اعمل ايه؟ لا 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 لا، فيشة ايه؟ انا عايش، انا عايش. الحمد لله. الحمد لله. حس كده، اني الاوان بقى تعرف الحقيقة. حقيقة ايه؟ زغلول هيطلع ابوكي في الرضاعه ولا ايه يا نعناع؟ أنا اللي كنت ببعت لك الرسايل يا زغلول يا ابني. انت وبتقولها عادي كده؟ سندوني اقوم اعجنه الراجل ده. اعذرني يا زغلول يا ابني. يعصرك ازاي يعني؟ ايه يا جدعان، انا مش فاهمه حاجه. ابوك يا ست هانم كان لا انت بتزعق فيها ليه يا زغلول؟ والله هشيل الفيشه. خلاص، ابوك يا استاذه نعناعه بقاله 6 شهور بيكلمني من رقم مجهول وبيهددني بسر قديم اني لو ما عملتش المستحيل عشان قلقس يتجوزك هيفضحني. بيبتزك يعني؟ أنا كان كل همي أطمن عليكي قبل ما فتعيشني انا في رعب ويجي لي تبول لا ارادي، مش كده؟ ما بس يلا انت باجي. سيبك منه، تطمن عليا قبل ما ايه يا بابا؟ ها قول، دافع عن نفسك يا مجرم. ما تقولش على ابويا مجرم. يا اختي امال هو ايه؟ امين شرطه؟ ايه هتنام وانت واقف زي الحصينه ولا ايه؟ فاكرة اليوم اللي سمعتني فيه بتوجع ودخلت مخضوضة عليا وقلتلك ده كابوس؟ ما كانش كابوس يا بنتي، ما كانش كابوس. ده كان اليوم اللي عرفت فيه من الدكتور انك مش ابويا. اكتبي يا بنت. حاضر. عرفت اني عيان. بايه؟ عيان بمرض. ايوه بمرض ايه برضه؟ الدكتور سابها لك مفتوحه يعني ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب وليه ما جيتش عرفتني كل ده وكنا شفنا حل؟ ليه كنت بتبعت لي رسايل؟ انا مش فاهم. ما هو انا يا ابني كنت عامل باقة غالية وخايف مدتها تخلص قبل ما اخلصها فقلت استخدمه. بقى ما تقول كلام ناس كبيرة بقى، عيب بقى، انت مش صغير بقى. بصراحة كده ما كانش ينفع موزمبليه يعرف انني مش عاوز اجوزه نعناع. ايه ماسك عليك زله ولا ايه؟ للأسف. يا دي النيلة هينام تاني. من كام سنة حطيت كل فلوسي في صفقة فراخ، ولكن للأسف طلعت مفيرصة وماتت، وطبعا اتدينت وما كانش قدامي غير موزمبليه، فاستغل زنجتي ومضاني شيكات على بياض، ويا جوزه نعناعه يتحبس. ويا ترى ايه السر اللي كنت بتبتز بيه زغلول يا بابا؟ قصدي ياللي كنت بابا. اداء اوفر تو مشت بصراحه. ولا اي حاجة، انا قلت اعمل زي افلام السيما وخلاص. وانا اللي صدقتك كل ده؟ وهو انت اي حد يقول لك اي حاجة تصدقه؟ امال انت يا استاذ كنت خايف من ايه؟ ده انا كنت فاكره عرف اني لا ولا حاجة. سامحني يا زغلول يا ابني. اسامحك؟ خلاص يا زغلول بقى، الراجل كان غصب عنه ومعترف بغلطه، عداه العيب وازح يعني. المهم انه ايه ده تليفوني صح؟ ايوه، رساله من مجهول تاني. لا بقى دي اخر رسالة، صدقوني الباقة هتخلص النهاردة خلاص. مفيش فايدة. والله مجرم بس عسل يعني بردك. وبس بقى يا سيدي، بعد انكشاف الحقائق وانطفاء الحرايق. حرق ايه؟ ده عشان الوزن والقفله بس. قفلة؟ طب سيبنا انا اخلص الليلة دي. وبس يا سيدي، السايب بصل اخضر وقعت في ايده الشيكات اللي كان كاتبها عليه موزمبليه وخلص منها، واعتبرني زي ابنه وحب يعوضني، فقرر يديني كل فلوس واشغلها له عشان ابدا حياتي وكده. بس انا لقيت نفسي وسط اللحمه والسواطير، فقررت اكمل وانا المعلم زغلول. اما قلقس فاكتشف في نفسه روح الفنان واشتغل في النقاشه، بس المره دي كان قراره واختياره، وهو يوضب شقته بالمره. اصل دي هتبقى عش الزوجيه بتاعه هو ونعناع. زغرته يا جدعان، حد يزغرط ولا اقول لكم لو 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 لي لي. انا اسف.
وبعد رحلة ال100 مليون كوباية شاي للصنايعية الحمد لله نورت أول لمبة في بيت ألأس. هو صحيح لسه فاضل كتير في الشقة يعني، بس الصناعية شغالين الله ينور. ايه ده؟ يا ابني انت وهو. بس انا مش هتكلم، جات لكم اللي ما بترحمش. ايه القرف اللي انت بتعمله ده يا ألأس؟ ما انا ما لقيتش لون تفاعل الكلور مع سبع اكسيد الكربون اللي قلتي عليه. انا قلتلك عاوزة لون بقبقي مزعرم يا بني آدم. ما تعليش صوتك عليا يا نعناع، واتفضلي يلا هاتي الدهب عشان مزنوق. يختاي الذهب ايه يا ابني؟ لسه بدري على اللقطة دي. انقذ الموقف، انقذ الموقف يا حبيبي. ايوه كده، انت فهيم وعارف ان المرأة لا تعني كل ما تقوله. ايوه صح كده. يا لهوي يا انسه، مش كده. الله، كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق يا جدعان. صلوا على النبي يا جدعان. ايه ده، الجوازه باظت ولا ايه؟ على فكرة أنا ممكن كنت أبوظ الجوازة خالص عشان حفلة كراسة الرسم اللي اتعملت في الشقة دي. يا نعناع الألوانات دي بتضيف الفرحة والبهجة. بهجت أنا عديتها، بس يا ألأس لو حصل أي مفاجآت تاني أنت عارف بقى. خلاص بقى يا نعناع، اللي مات. ماشي. على كده بقى يا ألأس، انت نصبت الخشب. ايه الكلام ده يا حاج سيد؟ هو انا وش نصب برضو؟ يا حبيبي نصبت دي اللي هي يعني افهمها لك ازاي، يعني اللي هي ركبت يعني السراير والملل والدواليب. ايوه طبعا يا حاج سيد. بصل اخضر، وكمان جبت يميش. يميش؟ قصدك نيش؟ احنا قلنا نيش؟ انا سمعتها يميش، فكرتك بتحبيه. ده انا جبت عدد 2 جيركل. نعم يا اخويا. هو الحاج جه ليه اصلا؟ هو مش كان يريح ظهره؟ وانا هقابلك لوحدي؟ احنا عيلة محافظة ودمنا حامي. احنا مش هنخلص بقى ولا ايه؟ انا راجل كبير وصحتي على جدي، خلصوني. حاضر. الا ما قلتليش يا نعناع، هو فين الفستان؟ مش هينفع بقى تشوف الفستان عشان الفيرست لوك. يا نعناع فيسبوك بس، انت عارفه انا ماليش في السوشيال ميديا. ميديم ايه بس؟ امال قصدك ايه؟ انا هختار الفستان وانت تتفاجئ بيه يوم الفرح. بس اوعي يبقى مكشوف. انت عارفه الحمشانه. فحمشانه بقى. ما تقلقش يا اخويا، كله الا الحشمه. ايه يا ابني عملت ايه؟ خلاص يا عم اخترت البدله. اخترت اللي احنا اتفقنا عليها؟ لا، جبت واحده على ذوقي. على ذوقك؟ استر يا رب. يا عم عيب عليك، بقولك علاجه هشرفك. طب وريها لي. لا يا عم، عشان تتفاجئ في مشهد الفيرست بوك. فيرست بوك؟ ياه، نفسي ألأس يجي بالعربية الليموزين الطويلة خالص دي. اما انا محضر زفة موتوسيكلات وعربية بحصان. ده حتى قال لي ان هو حجز مكان اوبن اير، يا ريت يكون على البحر. هي جنينة نادي الحقانية دي تساع كام كرسي؟ على فكرة انا معايا عضوية. يا سلام بقى لو يبقى محضر لي اشهر فوتوغرافر عشان صور الفرح تبقى ذكرى. هجيب بقى العيال صحابي بموبايلات سوني إريكسون بقى وشاومي، وهيغرقونا صور. يا رب بس الميموري يكفي. ولا اتفق مع استوديو واصرف. يلا، هي ليلة في العمر. هو ايه دي؟ هو انتوا بتعملوا ايه؟ انا مش مطمن. ايه يا نعناع، انت واقفة بظهرك ليه؟ احنا هنلعب صلح. يا ابني ده الفيرست لوك. ايوه. طب يلا، 1 2 3. يا مسبتي، اللي انت لابسه ده علاجة مش كده؟ انا لقيت اللون لايق على بشرتي. يا ألأس معروفة، ألف به فرح بدلة سودا. انا كنت متاكد ان ده ذوقك. يا عم حد يلبس اسود في يوم زي ده؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا رب صبرني. عدي اليوم ده على خير يا رب. وبعدين انت ما عيطتش ليه؟ ايه يعني البس اسود واعيط؟ هو احنا انت فاهمه الفرح غلط. يا ابني دي الرومانسية. طب ما الرومانسيه كلها، انت مش شايفه الورده؟ خلصونا بقى، خلصونا، خلينا نمشي وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاتنين. وبعدين انت ايه الياد اللي انت لابسه دي يا ولد؟ برضو هو انتوا التلاتة عليا؟ معرفش والله، الراجل قال لي اللون ده محدش في العالم اشتراه. وده ما لفتش نظرك لحاجه؟ خلاص بقى، خلاص خلوا اليوم يعدي، يعني عايز اروح اشرب شاي مش قادر. طب خلاص يلا عشان نحجز الاستوديو. انت ما اتفقتش مع مصور؟ اتفقت طبعا. يا رب استرها علينا. حبيبتي وعمري وجزرتي، يا بكرة اللي مدد رجلي، يا حزني وخبتي وأمرتي، يا حلم ما كنتش أحلم بيه. وقالوا الشعر عني النعناعة، وكتبوا في شعرها زغليل، وأنا ونعناعة بقينا البعض في دنيتنا سوا عايشين.
هو يا زغلول ويا سيد بصل الاخضر، انتوا هتخليكوا واقفين في النص كده كتير؟ هو احنا في خناقه؟ بس اسكت يا ولا، طول ما انت ما كتبتش عليه ما تقرب لها. ايوه انا رايي من راي الحاج بصراحه يعني. وبعدين هو ايه ده؟ انا كنت قايل لهم ان انا عايز ادخل على اغنيه جون سينا. جون سينا. زق اليوم معانا يا قلقس، زق اليوم يا حبيبي. انا عايز اروح. افرد وشك افرد وشك. بقول لك ايه يا زغلول، ايه؟ ما تكمل مكاني. كمل مكانك؟ لا يا عم بدلتك ضيقه. يا عم هتيجي مقاسك، تعالى بس. يا ابني هي المشكله في المقاس. ركز يا حبيبي، انت ده فرحك يا حبيبي. طب بقول لك ايه، هو البوفيه امتى؟ بوفيه ايه يا ابني؟ انت العريس. هما العرسان ما بياكلوش يعني؟ لا بياكلوا، بس البوفيه ده بتاع المعازيم. وقت البوفيه بقى انتوا بتطلعوا من القاعه. عقاب؟ عقاب ايه بص، هتاكل يا قلقس. ركز بس يا حبيبي وانا هجيب لك الاكل لحد عندك. انا متوتر والله. حقك يا عم، ما انت عريس بقى يا عم، يا عريس بقى يا عم، يا عريس بقى يا عم. انت بتعيد الكلام يا زغلول؟ معرفش. متشكرين قوي على الفرح العجيب ده. كرييتيف صح؟ ايه رايك في الاجواء والفايبس؟ يعني انبهار صح؟ انبهار ايه؟ كنت المفروض تاخد رأيي يا قلقس. ما انا قلت افاجئك. مبروك يا عرسان. ايه ده؟ هو زغلول اشتغل هنا ولا ايه؟ لا بصراحة كده أنا مأجر الجنينة بس، وزغلول واقف جنبي كصاحبي الصحوب يعني. نعم. بقولك يا قلقس، أنا عاوزة أروح. استني نكتب الكتاب طيب، ورقصة السلوم، ونقعد نوشوش بعض. أنا نفسي أعرف بيقولوا إيه في اللحظة دي. سلوم؟ ولسه في فقرة العياط بتاعت أبوكي. لا يا أخويا، أنا أبويا ما بيعيطش. يلا خلينا نكتب الكتاب ونروح واليوم ده يعدي. حاضر. انا عايز اقول كلمه. كبرت يا نعناع، كبرت وبقيتي عروسه. اشرب شاي ازاي انا دلوقتي؟ هي عشان نعناع بقى وكده. هو ده وقت هزار يا ولا؟ انت مش شايفني متاثر يا ولا؟ آسف. مين هيعمل لي الشاي دلوقتي؟ مين هياكلني قعر حله الرز المحروق؟ أنا فاكر وانت صغيرة لما بلاش. لا هحكي الموضوع التاني. انتوا مخبيين عليا حاجة ولا ايه؟ خلاص كان نفسي اقول لك خلي بالك عليه، بس انتوا هتلغوا الجوازة ولا ايه؟ انا دافع 37 جنيه تدريجة الجناب. لا قصدي خلي بالك انت على نفسك، ربنا يسترها عليك. هي هتعرف تدبر امورها. ونصيحة اقفلوا بابكوا عليكم علشان هنشغل التكييف. خد يا ابن المايك يا حبيبي لو عايز تقول كلمة، ولا خلينا نخلص في اليوم ده. بالمناسبة دي يا جماعة أنا محضر مفاجأة لصديق عمري وحبيبي قلقس. يا حزن الحزن، واحنا ناقصين مفاجآت؟ إلى صديق عمري قلقس. ما تخافش يا زغلول، هخلص الفرح وهاجي حجز الكرة والله. يا ابني حجز إيه؟ استنى يا حبيبي. الرحلة كانت صعبة لكنها تستحق. الحياة تستحق إنك تعافر عشان توصل للي بتحبه، وتستحق إن الواحد يقف جنب صاحب عمره ويساعده ويدعمه، عشان مش كل يوم الواحد بيلاقي صاحب كويس. والحقيقة يا قلقس إنك أقرب صاحب ليا. يا عم والله هعيط. مبروك لصاحب عمري. أنا عايز أعيط. الله يبارك فيك يا حبيب قلبي، والله من غيرك يا زغلول. أنا يلا نبدأ الفرح بقى. المأذون وصل. أين العريس؟ الله، أين العريس؟ ما تشوفوا يا جدعان عم الشيخ متعصب ليه؟ هو مش أنت العريس يا أستاذ؟ ما ترد. إيه ده؟ أيوة أنا العريس. معلش أنا أول مرة أتجوز. فين الجاتوه بتاعي؟ حسناً، بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، حابب أسأل العريس، أنت بتتجوز ليه يا عريسنا؟ عشان كبرت. يا لهوي، فين يا ابني اللي أنا قلت لك تقوله؟ أيوة. سكن. بارك الله فيك. الزواج في الأصل هو سكن. صحيح يا عم الشيخ، الله يفتح عليك. على بركة الله. أين موكل العروس؟ إيه العروس ده؟ أنا جايب الستاير والنجف، محدش قال لي عليه. يا ابني أنا العروس. أنا يا شيخ، أنا وكيل العروس، وحسبي الله ونعم الوكيل. وبالنسبة للعريس، حاضر عن نفسك؟ يعني إيه؟ أيوة يا شيخنا، هو الحاضر عن نفسه. يا ابني ركز بقى، أنت ما اتجوزتش قبل كده. مش فاكر. أين البطائق؟ البطاقة طاقة كانت في جيبي. انت بتدور على ايه يا ابني؟ ما هي معايا يا حبيبي. اتفضل يا شيخنا اتفضل. ايه ده؟ الله. نحب نسأل العروس سؤال. سيبوا العروسة في حالها، سيبوها في حالها، الله يستركم، والا هقوم من هنا خالص. على بركة الله. والآن مش فاضل غير الإمضة. امضي يا عريس. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ فقرة التنورة هتبدأ ولا ايه؟ مفاجأة مش كده؟